على الرايق كده تعالى اقول لكم على 5 اسباب هي سبب في فشل اي فريق. اول حاجه غياب الثقه، عدم وجود ثقه بين اعضاء الفريق، وان هم خايفين يبدوا رايهم او يقولوا رايهم في الحاجه الفلانيه او الحاجه الفلانيه، فده بنسبه كبيره جدا بيكون سبب كبير قوي في فشل الفريق بتاعك. تاني حاجه بقى لازم تتجنب ان يبقى فيه اي اختلاف في الاراء. انت هتقعد هتسمع فلان رايه وهتسمع فلانه رايها، بس ما تحاولش تبين ان في اختلاف في الاراء، او بمعنى اصح ما تنحسش لطرف واحد. لازم دايما تسمع الطرفين وتحسس ان الاتنين انت كلامك صح انت كلامك صح، بس انت ناقصك حاجه معينه وانت ناقصك حاجه معينه، وممكن كلنا نعملها في الحاجه دي. فبالتالي اوعى تنحاز او تاخد جنب فريق واحد او لحد واحد او لشخص معين في الفريق، لان ده بيبقى سبب من اسباب فشل الفريق بتاعك. تالت حاجه بقى عدم التزام الفريق بتاعك بالافكار والتحديات. يعني مثلا لو انت مدي تاسك لفلان وقال لك اعمل كذا وكذا وكذا، انت قلت له اعمل كذا وكذا وكذا وهو ما التزمش بده وكبر دماغه، ده سبب كبير جدا في فشل الفريق بتاعك. طب تعمل ايه؟ هتدي انذار مره واثنين وثلاثه، برضو لسه مش ملتزم او لسه ما يعني مستهتر زي ما بيقولوا، خلاص العدو ده مش هينفع يكون معانا في الفريق. رابع حاجه بقى انعدام المسؤوليه. انعدام المسؤوليه سواء من الليدر او من اعضاء الفريق. طيب انعدام المسؤوليه من ناحيه ايه؟ انعدام المسؤوليه من ناحيه تخليص التاسكات، من ناحيه الابحاث اللي انت بتطلبها، من ناحيه التجمعات بتاعتكم، من ناحيه الاجتماعات، من ناحيه اي حاجه ايا كانت ايه هي. بس حاجه بقى واخر حاجه هنختم بيها الفيديو، هقولك ان هو النتائج بتاعه الفريق بتاعك، اللي هو مثلا فلان شايف نفسه ان هو بس اللي ممشي الفريق وهو بس الصح وهو بس مش عارفه ايه، وان شغل زمايله ملهوش اي 30 لازمه، فده فشل كبير جدا جدا لازم تتجنبه. بس كده، وده الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.